الولد ده ما كانش متوقع أبداً إن صورته اللي في المراية تتحرك وتبقى كائن حي بجد في ساعتها. وفي اللحظة دي صاحبه جري عليه لما سمع الصوت، ولما شاف الاتنين شبه بعض بالظبط ما قدرش يميز مين فيهم الحقيقي. بعد ما رجعوا لكتاب قديم عرفوا إن الكائن ده اسمه يوكاي الدوبلجانجر. مش بس شكله نسخة مطابقة للأصل، ده حتى صوته شبهه بدرجة قوية، ولو ما اتقضاش عليه في الوقت المناسب كان هيستبدل الشخص الحقيقي في الآخر. وأثناء ما الاتنين كانوا بيتخانقوا وكل واحد فيهم بيأكد إنه الحقيقي، صاحبهم ما لقاش حل غير إنه ياخد الكتاب القديم ويلزقه عشوائي على واحد فيهم. والمفاجأة إن الكتاب فعلا كشف الدخيل، وأول ما اتفضح يوكاي الدوبلجانجر لف وجري. صاحب تاني جري وراه بس بالصدفة وقعه على الأرض، ولدهشة الكل الدوبلجانجر اتقسم لاتنين وعددهم اتضاعف في لحظة. ولسه الكل مصدوم من اللي حصل، عددهم زاد كذا مرة في ثانية واحدة، ومع تكاثرهم السيطرة عليهم بقت أصعب وأصعب. مش بس عددهم كبير، ده كمان كانوا مشاغبين جدا. وفي الوقت اللي الكل كان تايه ومش عارف يعمل إيه، فجأة جات لهم فكرة ذكية. ادوا الكتاب القديم لحبيبة الولد، والمفاجأة إن الخطة نجحت بشكل مذهل. أول ما الدوبلجانجر شافوا الشخص اللي بيعشقوه وقفوا في طابور واحد ورا التاني ودخلوا جواه. ومع اختفاء آخر دوبلجانجر جوه الكتاب المشكلة المعقدة اتحلت أخيراً.